مشات على المستوى الجهه اليسرى انطلاقه ديال صلاح الدين. هذه محاوله لشمس الدين الطالبي، شمس الدين الطالبي رفع الكره، محاوله فرصه، تدخل الحارس، تدخل يمنى ياسين جسيم، امكانيه المراوغه والتمرير داخل مستطيل العمليات، فضل انه يمرر ياسين جسيم، ياسين جسيم حتى الكره دي محاوله لبحث امكانيه المراوغه، تدخل، اعتقد كان هناك خطا كيمي، امكانيه استثمار هذه المحاوله، البحث على الراسيه ديال ديوب، دائما محاوله فرصه، لكن جديد كان خروج خاطئ ديال الحارس جيل اورلاندو. هنا التسديده لكن ما كانش مؤثره. لاحظوا الخروج ديال جيل اورلاندو، وصلت الكره ياسين جسيم، حاول بلال الخنوس يخلي الكره، اشرف حكيمي، تدخل تعود من جديد لفائده عيسى ديوب وابعاد الكره. كانت محاوله لفائده منتخب الباراغواي اللي شكلت خطوره على مرمى المنتخب الوطني المغربي، لكن صراحه التالق ديال ياسين بونو في ابعاد الكره وابعاد الخطوره في مناسبتين. سنتابع من جديد هذه المحاوله، انطلاقه ديال خوليو سيزو اللي انطلق على مستوى الجهه اليسرى، وان كان مضايق من نائل العناوي، تمكن من المراوغه ثم التمرير في القائم الثاني. وهنا الخطوره، تسديده، تدخل ممتاز ديال ياسين بونو ثم داميان داخل مستطيل العمليات، لعبت الكره دائريه راسيه، تدخل ياسين بونو، ممتاز بونو كيبعد الكره ويبعد الخطوره. الوقت اللي الحكم المساعد رفع الرايه كان هناك وضعيه. صعود عيسى ديوب، صعود رضوان حلحال لبحث عن الضربات الراسيه. هذه محاوله في ذاك المنتخب الوطني المغربي، لعبت الكره لبلال الخنوس، كرجع الكره للخلف، تمريره عرضيه، تدخل دائما لفائده المنتخب الوطني المغربي، امكانيه رفع الكره العرضيه ممتازه، لكن تدخل الدفاع دائما خطوره لفائده المنتخب الوطني المغربي. استرجاع الكره، مرتد هجومي الان لفائده المنتخب الباراغواي على مستوى الجهه اليمنى، انطلاقه ديال ديغو غوميز، حذر من هذه المحاوله دائما لفائده منتخب الباراغواي. ترفعات خوان سيسيري، صعود عمر الديريتي، الراسيه، تدخل ابعاد الكره من بلال الخنوس، تدخل اشرف حكيمي، مستشفى الكره لشمس الدين الطالبي، جديد سمير المرابط، هذه فرصه محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي، مرابط لنائل العناوي يلعب كره في الجهه اليسرى، امكانيه التمرير العرضيه، تدخل وابعاد الكره من طرف العميد الممرات سفيان رحيمي، محاوله المراوغه، تدخل، استرجاع الكره بشكل ممتاز، سفيان رحيمي يعمل، رحيمي داخل مستطيل العمليه، سفيان رحيمي البحث امكانيه التسديده وتدخل الحارس، مجهود كبير اللي بذلو سفيان رحيمي. لاحظوا استرجاع الكره من ياسين جسيم، رحيمي داخل مستطيل العمليه، تمكن من المراوغه، يسدد يمنى لفائده المنتخب الوطني المغربي. محاوله، امكانيه التمرير بالفعل، البحث عن العرضيه من اشرف حكيمي، بلال الخنوس، بدايه قويه للعناصر الوطنيه، هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي، تمريره عرضيه من الجهه اليمنى من اشرف حكيمي، وبلال الخنوس ينهيها بافضل طريقه وبتسديده في مرمى الحارس جيل اورلاندو. افضل بدايه للمنتخب الوطني المغربي، فرحه كبيره الجماهير المغربيه الحاضره وكذلك العناصر الوطنيه وللناخب الوطني محمد وهبي. نتابع من جديد الكره لميغيل الميرون، استرجع كره ممتاز، اللاعب رضوان حلحال، ما كاينش هناك خطا. هذه محاوله بلال الخنوس، غادي يعمل الخنوس امام متسدد لاعبين، يمرر داخل مستطيل العمليات، لكن كانت طويله شيئا معنا اللاعب والمهاجم سفيان رحيمي. بلال الخنوس هدف غادي منحو ثقه كبيره. سنتابع من جديد ياسين جسيم، ما زاد ما نقص، وضع كره امام اشرف حكيمي، والختم كان بطريقه ممتازه من بلال الخنوس بلمسه واحده، وضع الكره في شباك الحارس. لعب الكره عند براين اوخيدا، تغطيه ممتازه، استرجاع كره، مرتد هجومي الان لفائده المنتخب الوطني المغربي، انطلاقه، امكانيه تمرير ياسين جسيم مره اخرى، الله 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 الله، نائل العناوي في المكان المناسب، يضع الكره في الشباك، هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي. تمريره ممتازه كنقول يعني بنفس الطريقه، تمريره اشرف حكيمي، هذه المره نائل العناوي في المكان المناسب، يوضع الكره في شباك الحارس جيل اورلاندو، وهدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي. فرحه كبيره جماهير المغربيه بهدف ثاني لفائده العناصر الوطنيه. لاحظوا المرتد هجومي سريع، ياسين جسيم وضع الكره امام اشرف حكيمي.
من جديد انطلاقه ديال ياسين جسيم يبرر لاشرف حكيمي. نائل العنوي القادمون من الخلف يضع الكره في الشباك بطريقه خوليو انسيزو وياسين بونو. ياسين بونو في السيم على مستوى الجنوبنا الى جانب اشرف حكيمي. ياسين جسيم بامكانه المرار عند اشرف او ياسين غادي يبحث على امكانيه التسديده وتدخل الحارس. تدخل الحارس تيرو اورلاندو. ياسين جسيم اللي قاد هذا المرتدى الهجوم كشاق المرابط على مستوى الجنوبنا. ياسين جسيم بناء هجومي ترفعات الكره تدخل الدفاع الكيد ديال الباراغواي اللي كيبعد الكره يبعد الخطوره. ممتاز انس صلاح الدين لكن سيرجع الكره حذر من هذا المرتدى السريع لفائده منتخب الباراغواي على مستوى الجهه اليسرى. انطلاقه ديال ميغيل ارميرون تسديده وتدخل لعيسى ديوب. في الوقت الترتيب العالمي يخوضوا المنتخب الاسباني. هذه محاوله خطيره تدخل والتغطيه حاضره. العوده ديال اشرف حكيمي في الوقت اللي كذلك شو غادي يعمل البحث عن امكانيه التوغل. تسديده قويه مرات جانبا من القائم الايمن لمرمى الحارس تيرو اورلاندو. ممتاز ياسين جسيم انطلاقاته تحركاته سرعته وتقنيته اكيد سواء رسميه سواء ما كان بالمنتخب المغربي. محاوله كانت خطيره تسديده تقيد بواسطه اللاعب ميغيل ارميرون ثم المتابعه كانت ديال غابرييل افاريس. استرجعوا الكره اللاعبين ديال المنتخب الباراغواي. خطيره هذه المحاوله تسديده بواسطه خوليو انسيزو. دخول الحارس ياسين بونو لازم اخراج الكره من هذه المناطق. لاحظوا استرجاع الكره من طرف لاعب خوليو انسيزو. تدخل غوميز لعبات الكره في القائم الثاني الرأسية ديال العبيد منتخب الباراغواي دييغو غوميز. تمريره خطيره تدخل وابعاد الكره من طرف لاعب زكريا وحدي. محاوله كان بامكانها تعطي هدف لفائده منتخب الباراغواي. كان خروج ديال الحارس ياسين بونو ما كانش خروج موفق لكن العوده كانت بطريقه ممتازه. اللاعب كابايرو ركنيه لفائده منتخب الباراغواي. هذه تنفذ من طرف ماوريسيو كيلعب الكره داخل مستطيل العمليات الراسيه. خروج ياسين بونو. حكم كيطلب ان يكون هناك هدوء لانه كان تدخل ديال عمر الديريتي في الكره الاخيره بعد التدخل ديال ياسين بونو. لكن الهدوء يعود والروح الرياضيه حاضره بلاعبيات. البحث دائما عن امكانيه التسديد لان دول للحلول يمكن يبحث على منتخب الباراغواي هو التسديد من خارج مستطيل العمليات. منتخبات امريكا يحاول منتخب الباراغواي ايجاد الحلول لكن التغطيه حاضره. بلا الخنوس ما تمكنش من التمرير العرضيه والتغطيه حاضره. رضوان حنحان سفيان كرواني وحكم المباراه. تاكد من وضعيه ديال اللاعبين ديال المنتخب الباراغواي. لاحظوا الديريتي كان لوحده. هل كان في وضعيه تسلل؟ ننتظر القرار. نتمنى يكون في صالح المنتخب الوطني المغربي. اذا وضعيه تسلل والغاء الهدف. وضعيه كاسيريس من جديد. خوان كاسيريس رفع الكره في القائم الثاني خطيره هدف اول لفائده منتخب الباراغواي. هدف اول اعتقد بواسطه اللاعب كابايرو. كانت تمريره من خوان كاسيريس. نتابع من جديد لعبات بهذا الشكل. هنا كانت تمريره من خوان كاسيريس. رجعت الكره من جديد رفع الكره في القائم الثاني كاسيريس من جديد. خوان كاسيريس رفع الكره في القائم الثاني خطيره وهدف اول.